البيت تاعك فيه مشاكل على أتفه الأمور، خلافات متكررة في هذا البيت بين الأبناء، بين الوالدين والأبناء، بين الأزواج، وتحس دائما ضيق في الصدر، ضيق في الصدر في بيتك، ضيق مستمر واكتئاب وحزن وخمول وكسل، وتحس دائما الدار تاعك هذه منعزلة على جميع البيوت، مهجورة، الضياف ما يجيوكش، البركة ما كانش، الزوجة تاعك تخدم، انت تخدم، وليداتك يخدموا، بصح البركة ما كانش نهائيا. هذا دائما يكون بسبب سحر أو حسد أو جن معمر في هذا البيت. إذن إليك هذا العلاج: تأخذ ماء الورد، تأخذ ماء الورد، تقرأ فيه سورة الزلزلة 7 مرات، وتقرأ سورة الفلق 7 مرات، وتقرأ هذا الدعاء، كرره 21 مرة في كمية كبيرة من ماء الورد. ماء الورد رائحة طيبة تتأذى منها الشياطين. تقرأ فيه هذا الدعاء، قلنا سورة الزلزلة وسورة الفلق 7 مرات 7 مرات، ثم تقرأ هذا الدعاء: اللهم أبطل كل عين أصابت جمال البيت، أصابت زينة البيوت وسعة البيوت وكبر البيوت ونظافة البيوت وأثاث البيوت. تقرأ هذا الدعاء 7 مرات، أكرر هذا الدعاء: اللهم أبطل كل عين أصابت زينة البيت، أصابت كبر البيت، أصابت نظافة البيت، اللهم أبطل وأخرج كل عين استقرت في بيتي فعطلتني عن الرزق، فرقت بيني وبين أبنائي، فرقت بيني وبين زوجي. كرر هذا الدعاء، ثم أنفذ في ماء الورد وقم برش عتبة البيت ومكان النوم والنوافذ وأركان البيت فقط، واترك دائما يوميا سورة البقرة أو رفع الأذان في البيت. هذا هو العلاج، ستجد النور بعد هذا العلاج بإذن الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو.